النهاردة بقى يا جماعة هنعمل مع بعض الكاتشب، أسرع وأخف كاتشب ممكن تعملوه. هنجيب مع بعض كيلو طماطم وعليه 3 قرون فلفل حراق. لو انتوا مش حابين الحاجة تكون حراقة ممكن تستغنوا عنها. الطماطم غسلناها وقطعناها. هننزل بالطماطم في حلة على النار بالمنظر ده. هنسيب الطماطم تغلي وهنضيف لها نص كوباية مية لحد ما تغلي خالص والطماطم تبقى طرية جدا زي اللي موجودة قدام حضراتكم دلوقتي. هنبدأ نضرب الطماطم، ممكن نضربها في الخلاط او بالهاند بلندر اللي موجود عندكم. هنضربها كويس قوي وبعدين هنبدأ نصفي الطماطم بالمنظر ده. هنقلب الطماطم عشان لازم ميبقاش فيها اي قشر ولا اي بذور بتاع الطماطم ولا بتاعه الفلفل اللي احنا حطيناها. بتخلص في ثواني على فكرة وسهلة جدا. بصوا معايا كده، ما بقاش معايا في اي حاجة تاني تحت في الطماطم، كل القشر والبذر كله موجود في المصفى اللي موجودة قدامكم زي ما انتم شايفين. بصوا خلصناها كده. هنبدأ نحطها تاني، نرجعها تاني على النار. بصوا القوام. هنحط الطماطم بقى على النار وننزل عليها بنص كوباية سكر. متخافوش مش هتبقى مسكرة، المقدار ده مظبوط قوي على فكرة يا جماعة، جربوه مش هتندموا. ربع كوباية خل. الكاتشب هيعجبكم قوي، جربوه في البيت. كيلو طماطم واحد وشوفوا الطعم هيبقى عامل ازاي، مش هتشتروا كاتشب من بره تاني، وهيعمل معاكم كمية محترمة على فكرة. هنحط معلقة صغيرة ملح، ولو حابين بعد كده تدقوه وعايزين تزودوه زودوه حسب رغبتكم. ربع كوباية فلفل، ربع معلقة فلفل سوري، معلقة بصل بودر، هنضيف كمان دلوقتي معلقة توم بودر. هنقلب بقى مع بعض المكونات اللي احنا حطيناها. لو لاحظتوا هتلاقوا في بعض التكتلات من البصل بودر والثوم البودر، هنضربها بالهاند بلندر في الاخر. دلوقتي انا جبت معايا نص كوباية مية وهضيف عليهم معلقتين نشا، هقلبهم كويس قوي وهنزل بيهم على الطماطم دلوقتي. اهو يا جماعة دوبت النشا، هنزل بيه على الطماطم وهقلب. مفيش دقيقة هتلاقيه خلاص مسك واداني القوام بتاع الكاتشب اللي بنشتريه من بره. بصوا يا جماعة تقلي ازاي في ثانية، ايديكوا تبقى فيه كده عشان ما يكتلش معاكم. كده خلاص انا طلعته اهو وضربته بالهاند بلندر على فكرة. بصوا القوام عامل ازاي، زي اللي احنا بنشتريه من بره كمان، واحلى على فكرة والله، طعمه تحفة بجد. بصوا ايه رأيكم، كاتشب بقى يا جماعة ده ولا مش كاتشب؟ هيعجبكم قوي والله وجربوه، ومش مكلف خالص، واحلى من اللي بنشتريه من بره بكتير وانضف. وعارفين الطماطم اللي احنا جايبينها شكلها عامل ازاي والمكونات عاملة ازاي. ولادك بيحبوه، ده مفيش غنى عنه في البيت. كل الاطفال بيحبوا الكاتشب. اعملوه يا جماعة في البيت، هيبقى موفر بالنسبة لك وحاجة نظيفة وحاجة وسهلة وما خدتش معايا اي وقت والله خالص. هيعجبكم ان شاء الله. اسهل واخف واسرع كاتشب ممكن تجربوه في حياتكم.
الموضوع ما خدش معايا ربع ساعة، كان معايا يعتبر ازازتين كاتشب. معاكم ياسمين سعيد، لو اول مرة تشوفوني من مطبخ ياسمينة.